بسم الله الرحمن الرحيم. الرئيس السيسي يدعو ترامب للحضور إلى مصر. بعدها بساعات ترامب طلع وقال: ربما أذهب إلى مصر يوم الأحد لأحضر الاتفاق على المرحلة الأولى من وقف الحرب في قطاع غزة. وفي نفس الخطاب اللي دعا فيه الرئيس السيسي ترامب للحضور إلى مصر، قال كمان إن مصر محدش يقدر يعمل معاها حاجة. اليومين دول رسائل واضحة بتوصل للعالم كله. رئيس وفد حركة حماس خليل الحية هو وباقي وفد حماس بقالهم أسابيع محدش يعرف مكانهم في قطر. امبارح بيتمشى هو والوفد الحمساوي في شوارع شرم الشيخ على مرأى ومسمع من العالم كله، وبينه وبين إسرائيل عدة كيلومترات. وكمان عمل مؤتمر صحفي مع القاهرة الإخبارية، وظهر حوله ضباط قوات GIS، قوات المخابرات العامة المصرية، اللي مش بيظهروا إلا في المناسبات المهمة والتأمين العالي. وزي الرئيس ما قال: محدش يقدر يبصلهم ولا حد يقدر يقرب لهم عشان هم في مصر. يعني تصريحات المسؤولين الإسرائيليين إن هم هيستهدفوا قادة حماس في أي مكان في العالم نسي يقولوا ما عدا مصر. ونرجع للرسائل الواضحة اللي طالعة من مصر اليومين دول: مصر دولة قوية وقوية جدا. مصر دولة ذات سيادة، والدخول معها في حرب يعني انتحار. مصر دولة آمنة. وفود أمريكا وإسرائيل وقطر وتركيا وحماس عارفين إنهم في مصر بأمان كامل. رئيس مصر ما ينفعش حد يفرض عليه اتفاق أو زيارة، بل رئيس مصر يدعو ترامب للحضور إلى مصر وترامب يبدي موافقة. مصر هي محور الشرق الأوسط، وأي قضية في المنطقة وخصوصا القضية الفلسطينية مصر بتحط خطوط حمراء ما ينفعش حد يتعداها، حتى أمريكا. عاوز تتأكد من قوة مصر وإزاي مصر بقت أقوى من أي وقت مضى؟ منذ ساعات قليلة تم إعلان الاتفاق على المرحلة الأولى من مقترح ترامب لوقف الحرب في غزة، على فكرة على غير رغبة إسرائيل ونتنياهو، اللي هيبقى مضطر للتخلي عن مخطط التهجير وعن ضم الضفة الغربية، وكمان ما بقاش ضامن مكانه على كرسي الحكم بعد وقف الحرب. وأيضا على غير رغبة حماس، اللي بالاتفاق مش هيبقى ليهم مستقبل في حكم القطاع وعليهم تسليم السلاح. لكن الاتفاق يتطابق تماما مع رغبة مصر من تدمير مخطط التهجير، وأيضا إعادة الإعمار في غزة. ومستقبل المدنيين في غزة يستاهلوا حكومة محترمة ومتخصصة عشان تخفف آلام ومآسي الشعب الغزاوي الفلسطيني. اللهم انصر مصر وانصر إخواتنا في فلسطين.